صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مشيئة الله تعالى هنعمل مع بعض عصير البرتقال المركز بالزعزر لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب. تعالوا نسمي بسم الله وندخل الفيديو ونشوف ازاي طلعنا عصير البرتقال المركز ده مع بعض واحدة واحدة. تعالوا نسمي بسم الله وندخل الفيديو. مشيئة الله تعالى هنعمل مع بعض تخدينات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل عصير البرتقال بالزعزر المركز على واحدة واحدة، نشوف ازاي هنطلع عصير البرتقال المركز ده مع بعض جميل قد ايه. رمضان على الابواب. تعالوا نسمي بسم الله. معانا واحدة واحدة. احنا معانا حوالي كيلو زعزر ومعانا ايه، ومعنا 3 كيلو برتقال. هنعمل منهم احلى عصير مركز. نبدا الطريقه مع بعض. اول حاجه معانا احنا جبنا البرتقال عصرناه كويس وصطفناه، وجبنا الزعزر غسلناه، غسلنا الزعزر بالشكل الجميل ده. تعالوا واحده واحده نبدا الطريقه مع بعض بالشكل الجميل ده. هناخد ايه الجزره بتاعتها جميله خالص، تنفع احنا كده ما قرصناش عليها. يعني عايزين ندخل للزلت البيضه دي، عشان البيضه دي مره، فاحنا عايزين نوصل لها. احنا بالشكل ده هناخد ايه، هناخد الجزء ده ايه، عملنا بالمبصره بالشكل الجميل ده. ده جميل خالص، تحطيه في التلاجة تخزنيه. ما تكوني بتعملي كيكه او بسكوت تاخدي جزء منه وهو متزمن على الكيكه او البسكوت، هيبقى بالشكل ده جميل خالص. بالنسبه للحاجات كمان اللي بيبقى فيها بيض، ده بيضيع ريحه الزفاره تماما، جميل خالص. احنا هنعمل باقي الكميه وارجع عليكم. هنغسلهم بالشكل ده، وبعدين هنبدا نشيل القشره الخارجيه دي. هتبقى بالراحه كده، هتترفع معانا. شوفي قد ايه جميله، بصي بتبقى سهله. نرفعها على جنب وارجع عليكم. بس البرتقال معانا هنحتفظ بيه في الفريزر، كل ما نحتاج هناخد جزء منه، جميل خالص لزفارة البيض. اي حاجه داخلها البيض، حلويات، نحط جزء منه، جميل خالص. تعالوا واحده واحده نبدا الخطوه اللي بعد كده. بعد ما كسرناه قطعناه وسيبنا منه البذر تماما، وهنبدا نشتغل فيه مع بعض واحده واحده. نعمل الخطوه اللي بعد كده واحده واحده. نبصر الزر وهذا الشكل الجميل ده. بصلنا الجزر، وهنجيب المعون اللي هنشتغل فيه مع بعض. المعون اللي هنشتغل فيه هننزل ايه، هننزل بالبرتقال مع بعض بالشكل، وهنبدا ننزل عليه بالزجر، وهنبدا نرفعه على النار، على نار وسط، لا هي عاليه ولا هي واطيه. وعلى الشكل ده اول ما بدا يستوي معانا تماما البرتقال والجزر هنطفي عنه النار وهنضربهم. لو عندك خلاط ماشي، لو في الهند ايهم ايه تضربيهم ضربه تمام في الهند. وصفناهم تماما. انت هنبدا نضيف لهم السكر. التحليه دي حسب ما انت عايزه. هنبدا نضيف حوالي نص كيلو سكر.
وهنبدأ نقلبهم كويس. وبالشكل ده عملنا مع بعض عصير البرتقال المركز بالشكل الجميل ده. احنا محضرين العلب اللي هنحفظه فيها لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا واحدة واحدة نعبيهم. وبالشكل الجميل ده عملنا مع بعض عصير البرتقال المركز بطريقة جميلة خالص. ما بنسى اي حاجه لما اكون مجرباها كويس بطلع لكم عن تجربه طريقتها جميله خالص ومميزه. عايزه الكل يجربها ويكتب لي تعليق عليها واعرف رايه فيها. وانا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعطوا لي لايك وما تنسوش تفعيل زر الجرس يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.